رحلة إلى السليمانية تحولت إلى مأساة قبل بلوغ المقصد. شباب خرجوا من محافظة جنوبية بقصد السياحة لم يكن في علمهم أنهم على موعد مع الموت. عددهم 4، 2 لقوا مصرعهم و2 حالفهم الحظ بعد أن تم إجلائهم من قبل أبطال الجيش العراقي المرابطين عند جسر قرب داقوق. بارحة بالليل احنا بثناء الواجب مالتنا على الشارع العام، اجت سيارة سنتابية افترت فرتين بالشارع وانقلبت بالبزل. بوقتها كان الشارع مسدود ماكو سيارات، الدنيا الليل الساعة 2 بالليل انقلبت. تلاحقنا لها تلاحقنا لها قريبين عليها، البرج قريب على الشارع العام، وتلاحقنا لها طلعنا 2 والله يرحمهم 2 توفوا. طلعوهم للانقاذ اليوم الصبح، صريخهم وهم جوا بالبزل، فقوة طلعناهم ساعيتها. جبنا احبال ونزلنا لهم احبال، يلا سحبناهم وطلعناهم برا. شهود عيان ساهموا بإخراج الجثث والجرحى من تحت الجسر مع الجيش وفرق الغواصة، لكن أحدهم من أهالي داقوق يسأل ويقول: تبعية الجسر لمن؟ لأي جهة؟ لأن كل عام وفي هذا المشروع تجد ضحايا ويتم انتشالهم. لا أنا أشتغل هنا، جت سيارة ضربت السياج، مضربة السياج طاحت جوا، فما يعرفون يسبحون للأسف. 2 خلصوا صعدوا فوق السيارة سحبوهم الجيش، و2 لا راحوا جوا الماء خطية غرقوا، فما عاد ما قدروا على حقوا عليهم لأنهم من الليل واقعين ما يعرفون بيهم. اي شفتهم طالعين، انا واحد بيدي طلعته، انا والغواصين طلعناه صعدناه هنا من محافظة النجف خطية، هم شباب كلهم شبابي والله. منا الإمام زين العابدين ولنهاية داقوق سنويا عندنا حادثة غرق. أنا أريد بس أسأل، أريد أعرف هذا الجسر لمن تابع؟ وزارة الغابات، وزارة البلدية، هيئة الطرق والجسور وين؟ قائمة مقامية داقوق وين؟ محافظة وين؟ ما تمرون منها؟ ما تشوفون هنا بشر يوقع؟ كل هالحوادث ما تحرك مشاعركم؟ يعني هالقد البشر رخيص يا أخي. كل سنة إحنا نفس المكان عندنا حادث، وكل سنة نناشد، وحتى كلماتنا متكررة، كلماتنا ملينا من السوالف. كافي. انا لمن احكي؟ هسه احكي مجرد لقاء صحفي، كل شيء ماكو، ما عندي اي نتيجه. سنويا انا عندي بشر يروح هناك، منو مسؤول البشر؟ بحسب شهود عيان أن الحوادث ازدادت على هذا الطريق الذي يعتبر دوليا الرابط بين المحافظات الجنوبية ووسط العراق بإقليم كردستان من خلال كركوك. فحصيلة الضحايا حسب أهالي المنطقة وصلت إلى 11 شخصا، ما بين السقوط في المشروع أو على الشارع العام، ناهيك عن جسر داقوق الحيوي الذي جرفها السيول ومياه الأمطار، والذي حتى الآن لم يتم إصلاحه. هالورد حسن، فضائية كركوك.